أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. طبعا يسعدنا أن يكون معنا نقول الإعلامي الكبير ورئيس نادي العمال الرياضي ببورسعيد، وطبعا مجالات متعددة، سياسة وبرامج دينية، ويكون موجود أيضا معنا وبنشكره على دعمه لذوي الإعاقة في نادي العمال ببورسعيد، طبعا الدكتور عادل المسلحي. ازيك يا دكتور عادل؟ اهلا بك يا دكتور. أهلا بك. طبعا حاجه بتبقى صعبه لما يكون بنتكلم وبنحاور اعلامي زي حضرتك. لا انا يعني ما زلنا كلنا يعني بنتعلم في الحياه. ربنا يسعد الله حضرتك. يخليك. حضرتك اولا يعني ما شاء الله متعدد، مستشار نقول اتحاد التايكوندو اللي اذا كان فيها اسوياء وذوي اعاقه، ورئيس نادي بورسعيد، نادي العمال ببورسعيد، وفقرات دينيه، وعندك برنامج، وعندك مسابقات ايضا دينيه حضرتك رئيس تنفيذي بيها. الحاجات الكتيره دي عايزين نتكلم عنها. نتكلم تحت اتفضل. امرك. شوف نبدا. اولا خلينا نتكلم على نادي العمال سريعا كده. طبعا طبعا. الزميل والعزيز والاخ والصديق المهندس عصام له باع طويل في نادي العمال كامين صندوق ولاعب سابق في النادي ورياضي قديم. اتكلم اي نعم يعني في عجاله سريعه على النادي. لكن انا عايز اقول هو نادي العمال اسس سنه 54، وكان اطلق عليه بنادي العمال لان كان اول رئيس نادي في نادي العمال هو الصاغ طعيمه، هو احد اعضاء قياده الثوره سنه 52. لان في حضرتك عارف في 56 كان في العدوان الثلاثي. طبعا. فكان التجمع بتاع كل المتطوعين في نادي العمال. فكان يقول لك العمال تطلع من المصانع من هيئة قناة السويس والشركات الملحقة بهيئة قناة السويس. يقول لك ايه العمال تطلع على النادي، فيقول لك روحوا النادي للعمال، نادي للعمال. فأطلق هو مش نادي عمال يعني خاص بالعمال، لكن هو أطلق على هذا الاسم بهذه المناسبة. كان هو المقر بتاع المقاومين، المقاومة، مقر المقاومة في بورسعيد. كل المتطوعين كانوا يروحوا من هناك عشان ياخدوا الأسلحة وعشان ياخدوا القطاط وعشان والحمد لله ربنا أكرمهم ودحروا العدوان عام 56 والعدوان الثلاثي. طبعا. كلنا عارفين العدوان الثلاثي سنة لا بورسعيد 56. الباسله يعني. نعم. نادي العمال ما شاء الله لعيبة كتير مثلت مصر في الأولمبياد، كابتن محمد عبيدة وعائلة بسام كلها، يمكن حضرتك تسمع عنها. طبعا. كل دول ناس في الجيل الحديث في أبطال عالم زي ما الكابتن عصام قال. شاركنا في بطولات دولية، يمكن أنا سافرت كرئيس بعثة أكتر من مرة خارج مصر. حصلنا على ميداليات، حصلنا على كؤوس، وده الحمد لله تاريخ طويل. بالنسبة لذوي الهمم، يمكن احنا كنا عندنا احتفال من كام يوم، يوم الثلاث اللي فات بمناسبة الهجرة. كان مشارك فيه جبنا في كرمنا فيه ذوي الهمم المعاقين ذهنيا والمعاقين حركيا والمكفوفين. وشارك فيه بمناسبة انها مناسبة دينية مبتهلين سواء بنات او شباب من ذوي الهمم، وكانوا ممتعين جدا. دي فرصه دي نستغل حضرتك والناس دول في اقامه اي بطوله او اي مسابقه دينيه. ايفنت. ايفنت انا حتى عربي. خليني اعلن مبادره اتفضل. اطرحها على حضرتك بمناسبه ان حضرتك رئيس الاتحاد العربي، وهناك اتحاد عربي لذوي الهمم، وهناك اتحادات مختلفه، ان احنا ننظم ايفنت، مسابقه دوليه، بلاش نقول دوليه، عربية. نقول عربيه، اه لحفظ القران الكريم والابتهال الديني، وتقام في احدى الدول ويرعاها الاتحاد. وانا على ما اعتقد ده هتبقى اول حاجه من نوعها. وانا يعني نائب رئيس للرابطه العالميه للمسابقات الدوليه اللي مقرها في ليبيا، ورئيس لجنه الاعلام والعلاقات العامه في الاتحاد في المجلس التنسيقي للمسابقات والجوائز الدوليه اللي مقره في الكويت. ممكن نكون المظله مع الاتحاد العربي لتنظيم مثل هذه المسابقة، ويكون معنا لجان تحكيم دولية، وتكون مبادرة كويسة. وابدأها انت يا استاذ ايهاب.
لا وبعدين الخبره عند حضرتك، وحضرتك اكيد في كذا بطوله كذا مسابقه عملتوها، فاوريدي احنا يعني ندي كل واحد اللي عارف حاجه يشتغل فيها. احنا الحمد لله في بورسعيد نظمنا 7 دورات من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني. من أول سنة تم التقييم للمسابقة، وانضمت إلى الاتحاد، إلى المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية واعترف بها دوليا. أصبحت النهاردة هي بترشح متسابقين، بترشح لجان تحكيم، بنشارك في لجان التحكيم. بشارك أنا كضيف شرف. بننظم دورات للإعلاميين في هذه الدول، سواء في أمريكا، سواء في ليبيا، سواء في الكويت، في كل الدول اللي شاركت فيها. بننظم دورات لتأهيل مجموعات من العمل هناك، كيف يتعاملوا مع الإعلام. الحمد لله أنا بحاضر فيها، لأن أنا بحاضر في جامعة أمريكية في مينيسوتا في كلية الإعلام هناك، سواء لطلبة البكالوريوس أو طلبة الماجستير والدكتوراه. فده بيأهلني إن أنا لكن موضوع ذوي الاعاقه لسه ما اتعملتش اول مره؟ لا، أول مرة تتعمل. طب يعني دي وعلى مبادره فكرة من عندنا وعلى من فكرة في المجلس التنسيقي في الكويت، واحنا في الاجتماعات بتاع الاتحاد المجلس التنسيقي، كان تم اقتراح نعمل مسابقتين. مسابقة كان بيقولوا ان الدول ممكن تقترح وتنظم مسابقة لكبار السن فوق ال 45 سنة او 50 سنة، ومسابقة لذوي الهمم. وحتى الآن لم يتم. الكلام ده كان من سنتين ما تمش. احنا فلو حصل ان شاء الله، فعلى ايدك ممكن تحصل ان شاء الله ان نبلغ اعضاء مجلس اداره، واكيد طبعا الرئيس الفخري الشيخ خالد بن سالم بن عبد الله الثاني ما بيتاخرش على الحاجات دي وراجل خير، فاكيد وحضر لنا هيشوف لقاء ونقعد ونتكلم في التفاصيل، وان شاء الله تكون بقى في ميزان حسناتنا، وحتى تبقى السنه ممكن في كل رمضان، يعني مثلا في رمضان يعني نعملها في رمضان، في وقت رمضان، في اوقات معينه. أيوة. نقدر ننسقها ان شاء الله، وتبقى بقى صدقه جاريه حتى بعد ما ننتقل الى رحمه الله كلنا. تبقى صدقه جاريه لكل من ساهم فيها يعني. لا دي اكيد اي حاجه دي فيها خير، احنا واي حاجه لذوي الهمم او ذوي الاعاقه احنا ما بنتاخرش فيها يعني. اكيد طبعا. طيب دلوقتي انا عارف حضرتك عندك برنامج ايضا كان في احد القنوات عن مسابقات القرآن الكريم برضه. برنامج الفائزون طبعا، ده برنامج الفائزون. برنامج اسمه الفائزون، اللي هو بينقل وقائع مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني. ده 7 سنين دولي ان شاء الله، بتذاع على الفضائية المصرية وعدة كل القنوات الإقليمية، وبعض ده يمكن أحد المعاقين ذهنيا هو بيقول ابتهالات ما شاء الله. بيقول ابتهال يعني حاجة ما شاء الله. برنامج الفائزون بيتذاع في رمضان يوميا لمدة نص ساعة في أكتر تقريبا 10 قنوات في رمضان. فتخيل بقى 10 قنوات بتذيع في أوقات مختلفة، يعني طول اليوم. طبعا ده برنامج متميز جدا، وهو يمكن البرنامج الوحيد أو المسابقة الوحيدة على مستوى العالم متلفزة. يمكن في المجلس التنسيقي اللي في الكويت كان تم عرض حاجة مهمة جدا، إن هم قالوا إن يجب تلفزة المسابقات أسوة بما يتم في مسابقة بورسعيد. فكنا احنا طالعين من توصيات أسوة بما ده النادي العمال، ده النادي الاجتماعي في نادي العمال، ده الاحتفال اللي احنا كنا عاملينه للهجرة، وكان مشارك معنا. ما شاء الله حضرتك متعدد المواهب. ونخش بقى جزء رياضي كمان، يعني حضرتك طبعا رئيس نادي ومستشار الاتحاد المصري للتايكوندو. نعم. أنا طبعا كنت يعني مستشار النادي المصري، مستشار إعلام للنادي المصري فترة طويلة. وافتكر كنت برضو محافظة بورسعيد، مستشار للسيد المحافظة، متحدث إعلامي باسم المحافظة. ثم مؤخرا الدكتور السيد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أصدر قرار بتعييني مستشارا إعلاميا للاتحاد المصري للتايكوندو. وأنا عايز أقول في الحقيقة منذ أن تولى المجلس الحالي بقيادة السيد المستشار محمد مصطفى، وهو حط خطة استراتيجية. هذه الخطة لأول مرة نشوف خطة مبرمجة بتحدد فيها المواعيد، يعني المكان والزمان. كيف يمكن استغلال الوقت
مع استغلال المكان لتأهيل منتخبات تقدر تمثل مصر في المستقبل وفي الحاضر. النهارده لما يتم التخطيط من سنتين او سنتين ونص منذ ان تم انتخاب المجلس للوصول الى الاولمبياد، فنجد وبعد حصر ما تم من انجازات خلال هذه الفتره، نجد ان هناك فعلا ان التايكوندو بيعيش في عصره الذهبي. يعني النهارده في خمس. والمستشار محمد مصطفى صديق، واللي حضرتك بتقوله ده يعني انا واثق فيه مليون في المية، وهو شخصية مرتبة منظمة محترمة. ما هو النتائج هي اللي بتقول. مظبوط. يعني انا ممكن اتكلم للصبح، لكن في النهايه يعني ممكن اتكلم على ماتش حلو كرة قدم بين الاهلي والمصري، او الزمالك والمصري، او الزمالك والاهلي، لكن النتيجه كام؟ مين اللي لعب احسن؟ دي ما تفرقش، المهم النتيجه كام. احنا حطينا برنامج، المهندس المستشار محمد مصطفى خطه استراتيجيه بالتوقيتات الى ان وصلنا للنتائج. ايه النتائج؟ ان في 5 لاعيبه هيمثلوا مصر في الاولمبياد في باريس، وده في حد ذاته انجاز. ومنهم 2 من ذوي الاعاقه. و2 من ذوي الاعاقه. يعني مثلا لما نتكلم على احمد وائل وزن 68، آية شحاته وزن 67، سيف عيسى وزن 80، عندنا سلمى علي وزن 54، عبد الرحمن فرج 70. عندنا دورة البحر الأبيض المتوسط، ده إنجاز تاريخي كان في الجزائر، حققنا فيها 4 ميداليات متنوعة. عندنا بطولة العالم في المكسيك، حققنا فيها ميداليتين، سيف عيسى وشاهد سامي. برضو في البارا تايكوندو إنجاز تاريخي بيتم لأول مرة، سلمى علي بتفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم في المكسيك، وأيضا ميدالية ذهبية في الجائزة الكبرى بالمكسيك. النهارده الاتحاد حط خطه للاعداد لاولمبياد باريس، ودي مهمه جدا. لولا هذه الخطه ما كانش هيبقى الاتحاد دلوقتي حاطط في بطنه بطيخه صيفي ان احنا معانا لاعبين قادرين انهم يخوضوا المنافسات بقلب قوي وبقوه وبعزيمه. فتحط لهم برنامج تدريبي من خلال الاشتراك في الدورة الإفريقية بغانا في مارس الماضي، ده برضو إعداد. وعندنا أيضا في الاستعدادات المشاركة في بطولة صربيا المفتوحة، ده كان في شهر إبريل، معسكر تدريبي في صربيا غير البطولة، امتد لمعسكر. أيضا استونيا كان فيها كأس الاتحاد الدولي في إبريل أيضا، ثم التوجه إلى تركيا في مايو، وحققنا نتائج متميزة هناك بالفوز بميدالية ذهب فاز بها سيف عيسى، وبرونزية لأحمد وائل، وبرونزية لآية شحاتة. إن شاء الله. النهارده لما بنتكلم على المعسكر التدريبي في كوريا الجنوبية اللي كان في شهر 6 اللي فات، وإن شاء الله في باريس هيكون في معسكر تدريبي قبل البطولة على طول، قبل الأولمبياد على طول. وإن شاء الله من المنتظر أن تبدأ منافسات المنتخبات الوطنية يوم 8 و9 أغسطس القادم. يعني بنتكلم عن إنجازات تمت في اتحاد التايكوندو، وده يستلزم عشان أي نتائج بتتحقق بهذا الشكل يبقى أكيد وراها مجهود، أكيد وراها تخطيط، أكيد وراها مدربين كفء، أكيد وراها إدارة فنية متميزة. كابتن محمد عجيزة المشرف على المنتخبات، المستشار محمد مصطفى كرئيس للاتحاد، ومع مجلس إدارة محترم بيقود الاتحاد لهذه الإنجازات. لا يعني هو كاتحاد التايكوندو بصراحة يعني دكتور سيادة المستشار محمد مصطفى وبالمجموعة اللي معاه يعني ماشيين على خطة واستراتيجية زي ما حضرتك بتقول، وكمان باختيار يعني اختيار حضرتك أكيد في أعضاء أكفاء في الاتحاد. دلوقتي احنا اتكلمنا عن ما في الحلقة يعني عن الجزء الديني لذوي الإعاقة، وإن شاء الله المبادرة اللي حضرتك قلتها. اتكلمنا عن رياضة ذوي الإعاقة في نادي العمال، واتكلمنا بقى على الجزء الإعلامي بتاع حضرتك. حضرتك عايز تقول إيه قبل ما نختم الحلقة؟ يعني لسه قدامنا دقيقتين 3. دقيقتين 3. أنا عايز بس اسمح لي، أنا كراجل إعلامي غيور على الإعلام المصري. أنا غيور على الإعلام المصري.
الإعلام المصري، أقصد الإعلام الرسمي للدولة اللي هو الهيئة الوطنية للإعلام، التلفزيون المصري بكل قنواته، أرجو إن احنا ما نفرطش فيه، أرجو أن احنا نتمسك بيه، لأن كل كوادر هذه الهيئة أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا هم اللي مشغلين كل القنوات، وهم اللي علموا العرب الإعلام، هم اللي بدأوا يدربوا في خارج مصر. نتمسك بهذه القيم الإعلامية وهذه القامات الإعلامية وهذه الخبرات الإعلامية في إن احنا نعمل إعلام متماسك، وخاصة إن الإعلام الرسمي اتعلمنا في دورات تدريبية كيف نحترم المشاهد، كيف نحترم الضيف. ما اجيبش ضيف أعامله كأن أنا وكيل نيابة أو قاضي وقاعد أستجوبه. كلمة استجواب دي ممنوع تماما. علمونا إزاي واحنا على الشاشة ما نلبسش ساعة فاخرة، ما نلبسش بدلة ملفتة للنظر. علموا المذيعة ما تبقاش مبهرجة. ليه؟ علشان نتعامل ما نبقاش متعاليين على المشاهد، نحترم المشاهد ونعتبره مشاهد ذكي بيفهم وبيعرف كل حاجة، مش احنا اللي جايين نعلمه. ما نشتغلش موجهين، ما نوجهش الضيف وما نوجهش المشاهد، ولكن احنا نقول الحقائق وعلى المشاهد ان يستنتج. ارجو ان ده، ويمكن انا عايز اقول ان الاعلام الخاص ما عندوش الكلام ده. الاعلام الخاص بيدور على الترند، الاعلام الخاص بيدور على كل ما هو ملفت للنظر وكل ما هو يشد المشاهد باي وسيله. لكن الاعلام المصري، الاعلام المحترم، هي دي الوسيله الرسميه الوحيده التي يمكن للمواطن المصري ان يستقي منها المعلومه دون شك، لانها جايه من مصدر موثوق منه 100%. فاحنا مش عايزين نخسر هذه الوسيله وهذا الجانب من الاعلام المهم اللي لازم نتمسك بيه كدوله مصريه. يا استاذ عادل مصلح، يعني حضرتك يعني شديد الاهميه، وحضرتك يعني وضعت بعض النقاط الهامه، واكيد طبعا سياده المسؤولين اللي موجودين طبعا هيعملوا بهذا الفكر او هذه الاطروحات، لان اكيد هي موجوده فعلا. ونتمنى للاعلام ونتمنى للساده المذيعين والاهتمام او الالتفات بالحياديه. وخلي استاذ، انت لاحظت ان في اي ملحوظات بتيجي على الاعلام المصري كل المشاكل جايه من الاعلام الخاص، صح؟ مفيش الاتحاد المصري. وبعدين احنا احنا بنتكلم باسم الدوله. أيوة. يعني هنا قناه نيل الرياضه، الفضائيه المصريه، تلاقي المذيعين بيتم وقفها، برامج بيتم وقفها بعيدا عن قنوات ما حدش هيسمح باي حاجه. أيوة. يعني انا قاعد مثلا هنا، انا في مخرج مركز معايا على كل غلطه، لا بيصلح لي الكلمه، بيصلح لي المعلومه. انا 37 سنه يا استاذ ايهاب قاعد في استوديو ومعايا اربيز، اللي حضرتك بتقوله ده انا يعني ايه مجربه وعارف. ولازم يكون عندي كمذيع في الهيئه الوطنيه للاعلام او اتحاد الاذاعه والتلفزيون سابقا الحس السياسي والحس الاقتصادي والحس الاجتماعي. ان لم يكن عندي هذا الحس هفلت. اكيد عندك معلومه، جات لك سؤال عابر، جالك حد يكلمك، فلازم يبقى عندك خلفيه في كل حاجه. هفلت، هقول اي كلام غير مسؤول. مزبوط. لكن انا كمذيع لازم اكون على قد الكلمه ومسؤول عن الكلمه من واقع المسؤوليه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، بكل نواحي المسؤوليه انا بتحمل المسؤوليه. وعشان كده تلاقي المذيع زي ما بيقولوا التقيل داخل هذا المبنى العريق اللي ما يجبش ان احنا نفرط فيه ويجب ان احنا نطوره. انا طلعت معاش بقى لي سنه، لكن انا الحمد لله ليا الشرف ان انا مستمر بعد ما طلعت معاش. مش باين عليك نمسك. لا انا الحمد لله مستمر. حتى رمضان اللي فات كنت قدمت 30 حلقه في الفضائيه المصريه مستمر، وده شرف ليا ان انا ابن هذا المبنى، وشرف ليا ان انا مستمر بعد المعاش في البرنامج اللي انا بعمله. ده دليل على ان التلفزيون المصري بيقدم شيء مفيد زي برنامج الفائزون، البرنامج الوحيد على الشاشات القنوات كلها بيتكلم عن مسابقة دينية في رمضان بيشارك فيها أقل حاجة 67 دولة و18 محكم من مختلف الدول. عموما أنا بشكر حضرتك، وحضرتك شرفتنا، وحضرتك يعني
قيمة وقامة إذا كان إعلاميا أو رياضيا، وحضرتك مشرفنا هنا وأنا سعيد. وطبعا أنا طبعا بحيي زملائي من الإعداد والإخراج وكل زملائي. أنا بفتخر أن أنا أزاملهم من أكون ضمن أبناء الهيئة الوطنية للإعلام. وطبعا لأن هو ده البرامج الهادفة، الجزء الهادف لازم احنا يطلع من اسبيرو. اكيد. انا بشكرك كابتن. وانا بشكر حضرتك على الاستضافه. لا هي نعم كانت قصيره، لكن المكالمه يعني العزاء بتاع دكتور طبعا بتاع طاهر الله يرحمه فخد مننا وقت، فيعني والله احنا بنفكر بمناسبه وفاه الكابتن طاهر، بنفكر نعمل في نادي العمال حفل تأبين لكابتن طاهر، وان شاء الله نتشاور كده مع الكابتن عادل عفيفي ونشوف ممكن نعمل ايه، واحنا تحت امر في سبيل ان احنا نحيي ذكراه دايما في بورسعيد. عموم كنا ننعي الكابتن طاهر البهائي طبعا الصديق الله يرحمه. وطبعا انا بشكر حضرتك دكتور عادل مسرحي رئيس مجلس إدارة نادي العمال ببورسعيد ومستشار الاتحاد المصري للتايكوندو والإعلامي الكبير. طبعا شرف ان انا استضيف سيادتك. شكرا. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم مع بطل جديد من أبطال التحدي.